الحلقة دي برعاية كراكس ايجنسي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من ZakWorks.com. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات زاك توك. حلقه النهارده هتكلم فيها عن ازاي تعمل سي في وبورتفوليو وشوريل. لو انت مصمم جرافيك او موشن جرافيك ديزاينر او رسام او مخرج او فويس اوفر ارتست او حتى مذيع، الحلقه دي ليك انت. تابعوا معايا الحلقه واشوفكم بعد الانترو. ايه اللي يتكتب في سيفيهك وايه اللي ما يتكتبش؟ بما اني كرييتيف دايركتور وكنت مؤسس لاكتر من شركه، كنت بشوف كميه سيفيهات كتير، وكنت بعمل كمان انترفيوز لناس اكتر. كان في سيفيهات بتجيلي من عنوانها ما كنتش بفتحها اصلا. تلاقي واحد كاتب لك سي في، يا حلاوه، هو انا كده فهمت ايه؟ طيب، اول حاجه لازم تهتم بيها في سيفيهك هي عنوان السي في نفسه. يعني تكتب كده بالظبط اسمك زائد وظيفتك زائد سنه انشاء السي في ده. يعني مثلا محمد زقزوق موشن جرافيك ديزاينر سي في 2017 مثلا. تاني خطوه مهمه هي ايه اللي تكتبه في سيفيهك، والمفروض يكون بارز وواضح للي بيقرا السي في ده. اول حاجه اسمك ووظيفتك وصورتك ومكان اقامتك. 2 البرامج اللي بتشتغل عليها، وتحط ريت لخبرتك في كل برنامج قدام اسم البرنامج ده. تالت حاجه عدد سنين خبرتك في المجال بتاعك والاماكن اللي اشتغلت فيها قبل كده واشتغلت فيها قد ايه. رابع حاجه السكيلز، يعني تكتب مهاراتك الشخصيه، مهارات فيك انت، مش تاخد اي كلام من سي في حد تاني وتكتبه. خامس حاجه تحط الكونتاكتس بتاعتك، يعني تحط ايميلك، رقم تليفونك، الويب سايت بتاعك ان وجد، زائد لينكات البورتفوليوز بتاعتك. الحاجات دي تحطها بالترتيب ده في سيفيهك، لان اللي بيتفرج مستني يشوف الحاجات دي بالترتيب. اول لما يفتح السي في هيقتنع بشكلك، هيبص على برامجك، هيحترمك، هتيجي عينه على سنين خبرتك والاماكن اللي اشتغلت فيها، هينبهر، هينزل على السكيلز، هيصدم، يقف عند الكونتاكتس، يتصل بيك، شكرا انت اشتغلت كده. ايه اللي ما تكتبوش في سيفيهك؟ اي حاجه تانية غير اللي فوق دول بلح، ولا حد بيبص عليها اصلا. وسيفيهك لازم يكون صفحه واحده بس، مش اكتر ولا اقل. تصميم السي في مهم جدا وبيجذب اللي بيتفرج عليه. كل ما تزود الوان وايكونز وصور وحركات في السي في هتشتغل اسرع. لو عملت الحاجات دي يبقى قابلني لو حد بص في سيفيهك. تصميم السي في لازم يكون سيمبل وكلين، مفهوش اي مؤثرات من اي نوع ولا الوان حتى. يعني تكتب اللي قلنا عليه بخط اسود ورمادي غامق وعلى صفحه بيضاء وبخط متوسط شكله كويس. اكتر من كده ما تعملش ابدا. المواقع اللي بتقدم لك الخدمه دي كتير، واهمهم على الاطلاق اللي هقوله دلوقتي. بيهانس من افضل مواقع البورتفوليوز للديزاينر، واللي بيقدم شغلك بشكل شيك ومحترم ومنسق ما يتعبش اللي بيتفرج عليه. ارتستيشن من اقوى المواقع اللي تقدر تحط عليها شغلك وتضمن انه هيتشاف. ده غير كمان انه بيقدم لك وظايف من كل انحاء العالم لو عايز تسافر تشتغل بره يعني. ديفيانت ارت من اقدم المواقع اللي من النوع ده، وغير انه موقع يتحط عليه شغلك، لا ده كمان مصدر مهم من مصادر التصميم، يعني تقدر تجيب منه صور وفيكتورز تستخدمها في شغلك. فليكر موقع مهم جدا وقديم للمصورين بالذات، بيعرض صورك بشكل منسق وبسيط، غير كمان ان الكوميونتي بتاعته لذيذه جدا. دريبل موقع فريندلي قوي وسهل في التعامل معاه، ومش هيتعبك قوي لما تيجي تنزل عليه شغلك. يعني نقدر نقول عليه خير الكلام مقاله وده. بس عيب دريبل ان لازم 3 من الكوميونتي بتاعته يبعتوا لك انفيتيشن عشان تكون يوزر عليه. اليوتيوب اكبر موقع فيديوهات في العالم، لو انت موشن جرافيك ديزاينر او مخرج او بتعمل شو زي زاك توك مثلا، اليوتيوب هو الحل. ده غير كمان انك ممكن تكسب منه فلوس. والله لسه ما كسبت منه اي حاجه. فيميو من اشيك المواقع اللي بتقدم لك الخدمه دي، وهو مختص في الفيديوهات برضه، والناس فيه بيحبوا بعض قوي. ستيج 32 لو انت شغال في الميديا برودكشن اكتر، الموقع ده هيكون مفيد جدا ليك لو كنت مخرج او مصور او ممثل او بروديوسر. ساوند كلاود هيفيدك لو كنت فويس اوفر ارتست او مذيع او بتحب تغني او بتعمل مزيكا وبتلحن. سهل وبسيط في التعامل معاه، وكمان واسع الانتشار، وانا بشبهه باليوتيوب بس للصوت. امتى تنزل شغلك على المواقع دي؟ لو انت بتعمل شغل متقلد ومسروق او بتاخد افكار متنفذه فعلا وتقلدها، يبقى بلاش تنزل شغلك على المواقع دي، لانك مش هتاخد غير شتيمه وسمعتك هتبقى زي الزفت. لكن لو بتعمل شغل من افكارك انت، يبقى لازم تعمل اكونت على المواقع دي. يعني حالا دلوقتي خش دلوقتي اعمل اكونت. البورتفوليو هيضمن لك ان شغلك يكون معروض على الناس 24 ساعه. اي حد يقدر يخش يتفرج على شغلك ويديك فيدباك. لو شركه اتفرجت على شغلك ممكن تشتغل معاهم، وهيديك فرصه لشغل الفريلانس كتير، مش بس في بلدك، لا ده كمان ممكن تشتغل بره في كل انحاء العالم وتبقى علامه يا عم. ده غير كمان ان لو شغلك مختلف وقوي هيشهرك ويخلي الناس كلها تتكلم عن شغلك زي ما كل الناس بتتكلم عني كده. سلام. الشوريل معناه ايه؟ هو فيديو مختصر وصغير مدته لا تتعدى دقيقه ونص المفروض يعني.
يعرض شغل الموشن جرافيك ديزاينر او المخرج او المصور او المونتير او اي حد بيشتغل في الفيديو برودكشن. مهم جدا لو رايح تقدم مثلا في شركه، او حتى هتشتغل فريلانس، او حتى لو عندك ويب سايت وعايز تحط عليه شغلك. لو انت شغال فيديو برودكشن وما عندكش شوريل يبقى انسى انك تشتغل. ازاي اصلا تبقى شغال في الميديا برودكشن وانت مش عندك شوريل؟ ازاي؟ بيتعمل الشوريل بشكل سنوي، كل سنه بتجمع فيه اعمالك خلال الفتره دي وبتعمل لهم مونتاج في فيديو مدته دقيقه او دقيقه ونص مع حته مزيكا لذيذه وبتسميه شوريل السنه دي. انا عامل شوريلز كتير قوي، ممكن تخشوا على zakworks.com وتخشوا على لينك اسمه ريلز وتتفرجوا على الريلز بتاعتي. ثواني كده بس، معلش محدش يخش يا جماعه عشان انا اصلا ما عملتش ابديت للشوريل. وبكده تكون حلقه النهارده الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير دلوقتي لو سمحت. لايك حالا دلوقتي وسبسكرايب. فين هي السبسكرايب؟ انا يعني عيب يعني. وفي حاجه بقى عايز اقولها، في حاجه مستغربها الحقيقه، مش عارف مين اللي مستقصدني يعني. في واحد بيقعد يعمل ديسلايك في كل فيديو ينزله. يعني مثلا يعني فيديو ممكن تلاقيه عامل يعني 150 لايك، وواحد بس هو اللي عامل ديسلايك في كل فيديو. نفسي اعرف مين ده. يعني اظهر عن نفسك ارجوك، ما تكسفش. سيب كومنت في اي فيديو من فيديوهاتي، ابعت لي ايميل، ابعت لي فيسبوك، اي حاجه. قول لي انت مين وعرفني ليه انت بتعمل ديسلايك. يعني انا بقدم محتوى تعليمي، فليه تعمل ديسلايك؟ كان معاكم محمد زقزوق من zakworks.com. السلام عليكم.